بقول لك ايه يا خالد، عاوزك تعلم سكالانس كل حاجه في الشغلات، لان الموضوع شكله هيكبر علينا قوي، وعايز كل واحد فيكم يمسك حاجه. بس انا ما بفهمش في شغل الجوهرجيه ده. انا حته الدهب الوحيده اللي لمستها في حياتي كانت على ايد النمر. اكتر من كده انا ما لمستش. اسكت اسكت خالص. عايز نعلمه ايه؟ اعلم مين؟ ده مريح. هعلمك بس تفكروا دماغك دي بقى زي القانون. مين فيكم عبد الله ماهر رضوان؟ انا لا نهزر. استنى انا يا باشا. خير؟ عايزك معايا. عينيا. هنك ده ايه؟ استنى. الله، واخده فين يا باشا وايه اللي حصل بالظبط؟ كله يقف مكانه، انا خارج لوحدي. اتفضل. بعدين عبد الله ما تقلقش يا خالد، هروح اشوف عايزين ايه وراجع على طول. لو لمستني انا نمر وبيت خرجتني انا من جوه. مش اهبل بقى، روح اشتغل، انا مش هتاخر. جايب لك المحامي وجاي لك على طول. بعت له ربع حلاوه معاه. امشي من هنا. خد تعالى. راح فين؟ حلاوه مين؟ تعالى قلت لك امشي. الحلاوه. انت رجب الدكروري ولا عبد الله ماهر رضوان؟ عبد الله ده اسم الشهرة سعادتك، انا اسمي رجب زي ما مكتوب في البطاقه. شكلك عندك اسامي شهرة كتير. سعادتك انتوا جايبيني هنا ليه؟ انت النمر. نمر؟ نمر مين لما واخد؟ بس التحريات بتاعتنا بتقول ان انت النمر، وانك قمت بكذا عملية سرقة من الصاغة، بس كنت ملثم. والتحريات دي ما قالتش لسعادتك ان انا دخلت الصاغه مضروب في حادثه، وان الحادثه دي خلتني افقد الذاكره، واني لحد دلوقتي لسه بعاني من اثار الحادثه دي؟ ايه علاقة ده باللي بقوله؟ مش فاهم. علاقته اني مريض سعادتك، ما اقدرش اسرق. انت حكاياتك كلها لبش. بص يا باشا، انا هحكي لك على كل حاجه. انا كنت ماشي في الشارع في امان الله، فجاه لقيت عربيه خبطتني وخلتني افقد الذاكره. مين بقى اللي خبطتني؟ بنت عمي اللي انا تايه منهم من 20 سنه. شوف الصدفه، سبحان الله، صدفه غريبه. بس سعادتك خدوني اعيش معاهم وعملوني احسن معامله الحقيقه. وده يا فندم التقرير الطبي بتاع الحادثه وفقدان الذاكره. انا مش عايز حوارات. انا قدامي بلاغ متقدم من الحاج عنتر الحلق، بيتهمك فيه ان انت النمر، وانك سرقت منهم سبايك ومشغولات دهب قيمتها اكتر من 20 مليون جنيه، غير لستة مسروقات تم الارشاد عنها لكن لسه ما تبلغش بيها. طب ده كلام والنبي، ده كلام؟ يعني في حد سعادتك هيتسرق ومش هيبلغ؟ ليه؟ فاتحين سبيل سرقه لوجه الله. والكلام اللي قاله عنتر ده مش حقيقي، وابنه حسن قبل كده اتهمني نفس التهمه وطلع هو اللي داسس لي الدهب والكاميرات صورته، والصاغه كلها ضحكت عليه. وهيعملوا كده ليه؟ اتبلوا عليك ليه؟ بيحاربوا فيا الشيم يا عمي سعادتك، اصل هم ما بيحبوش. وسعادتك ممكن تتاكد من الكلام ده. انا كمان ممكن اجيب لك 10 شهود دلوقتي يشهدوا ان انا كنت معاهم وقت الحادثه. طب والدخله اللي انت دخلتها على الصاغه بالملايين دي كلها، محل وقرش، جبت الفلوس دي منين؟ دي فلوس عمي الشيم، الله يكرمه حبيبي، والله الله يكرمه. رجع لي كل حقوقي بعد ما رجعت له. ماشي. عموما انت ورق القضيه بتاعك لسه ما تقفلش قدامي عشان احولك للنيابه، بس عايزك تطمن، انت تحت عينينا ومجيتك الطويله قربت. والله سعادتك الصاغه اشهر من الاسم، سعادتك اول ما تعودني هتعرف تجيبني على طول. اكيد. خد موكلك معاك يا متر، ولينا قعده تاني قريب. شاكرين يا باشا. تمام سعادتك. بقول لك، اؤمر يا باشا. علامه النمر اللي انت حاططها على يافطه المحل بتاعك ايه؟ يعني يا باشا بالعقل كده، لو انا النمر هكتب على المحل النمر واسلم روحي؟ اكيد لا. ده ترند انا لقيته ماشي اليومين دول، فقلت اكتبه على المحل عشان اجيب رجل الزبون. يعني انا لو كاتب على المحل هوجن ابقى هوجن؟ ما ينفعش. اتفضل. بعد اذن سعادتك.